وفي بداية الجزء التاني من ايرون مان بنشوف راجل عجوز قاعد يتفرج على المؤتمر بتاع توني ستارك اللي كان بيقول فيه ان هو ايرون مان، وبينده على ابنه ايفان وبيقول له انت اللي كان لازم تكون مكان توني ستارك دلوقتي. وبعدها بنشوف ايفان وهو كبير وبيجيب مخططات المفاعل بتاع توني ستارك، وبنعرف ان اللي عمل المفاعل ده هو هوارد ستارك ووالد توني، وكمان كان بيشاركوا في المشروع ده ابو ايفان. فبيستخدم ايفان المخططات دي وبينجح انه يصنع مفاعل صغير زي اللي توني ستارك عمله. وبعد 6 شهور بنشوف توني ستارك وهو عامل مؤتمر تاني، لكن المرة دي كان بيتكلم فيه عن إنجازات والده هوارد ستارك وعن مدينة الأحلام اللي هو كان عايز يعملها. وبعد ما بيخلص توني المؤتمر بيستخدم جهاز بيقيس نسبة السموم في الدم، فبيلاقي ان نسبة السموم في دمه 19%، والسموم دي السبب فيها هو المفاعل اللي توني زرعه في جسمه، والسبب الاساسي هو البلاتينيوم اللي بيزيد في جسمه واللي هيكون سبب في موته لو زاد اكتر من كده. وتاني يوم بنشوفه في المحكمة وبيتم التحقيق معاه، وده بسبب البدلة اللي هو عملها، لانهم شايفين ان بدلة ايرون مان سلاح خطير جدا. فبيقول لهم توني ان البدلة دي هو صانعها لاستخدامه الشخصي بس، ومش صانعها عشان يبيعها لحد. لكن في الوقت ده بيظهر شخص اسمه هامر، وهامر ده صاحب شركة روبوتات كبيرة ومنافس لتوني ستارك، وبيقول للمحكمة ان بدلة توني خطيرة جدا وبيطلب انهم ياخدوها منه. وبعدها توني بيتعصب وبيقول للمحكمة ان امريكا في سلام، وان كل البدل اللي بتتعمل دي محاولات فاشلة لتقليد بدلته. وفي نفس الوقت بنشوف ايفان وهو بيتفرج على المحاكمة، وكمان بيصنع كرباج كهربي من المفاعل اللي هو صنعه. وبنروح لتوني في بيته واللي كان بيقيس نسبة السموم في الدم مرة تانية، لكن المرة دي بيلاقيها وصلت ل 24%، والنسبة بتزيد كل ما بيستعمل البدلة، وده معناه ان موته بيقرب اكتر كل ما بيستخدم بدلته. بعدها بتجيله بيبر وبتقوله ان اسهم الشركة بدأت في الهبوط، وده لانه ما بقاش مهتم بيها زي الاول الشركة. فبيقرر توني انه يكبر دماغه ويعينها المديرة التنفيذية للشركة عشان يهتم هو باختراعاته ويقدر يطور في البدلة بتاعته. وتاني يوم بنشوف توني وهو بيتدرب مع هابي المساعد بتاعه، وفي اثناء التدريب بتدخل عليهم ناتالي واللي هتاخد وظيفة بيبر القديمة، انها هتكون المساعدة بتاعت توني وتظبط له مواعيده يعني. فبيقرر توني انه يختبرها ويخليها تواجه هابي، وكانت المفاجأة إنها بتمتلك مهارة كبيرة جدا في القتال. فبيوافق توني إنه يعينها بدل بيبر فورا. وفي نفس اليوم بيروح توني لسباق عربيات، وهناك بيقابل هامر واللي بيطلب منه إنه يقدم الاختراع بتاعه في معرض توني، لكن توني بيقول له إنه لو اختراعه مفيد هيقدمه في المعرض، وبعد كده بيسيبه وبيمشي. وبعدها بيقيس توني نسبة السموم في دمه وبيلاقيها 53%. بعدها بيروح توني عشان يشارك في السباق، لكن الصدمة إن إيفان بيظهر قدامهم في السباق وبيقسم عربية من العربيات بالكرباج الكهربي بتاعه، وبعدها بيقدر إنه يخبط عربية توني، لكن توني بيقدر إنه يهرب منه. وفي الوقت المناسب بتوصل بيبر وهابي وبتديله شنطة، والشنطة دي بيكون فيها البدلة بتاعته. وبيبدأ توني يقاتل إيفان وبيهزمه وبياخد منه المفاعل اللي صنعه، وبعدها بتيجي الشرطة تقبض على إيفان. فبيروح توني لإيفان في الحبس وبيقول له إيفان إنه عمل كده عشان يبين للعالم إن ايرون مان ضعيف، وإن أي حد ممكن يهزمه لو عنده شوية قوة زيادة يعني. لكن توني بيستهزأ بيه وبيقول له المرة الجاية ابقى أعمل السلاح بشكل مظبوط، وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيوصل الأكل لإيفان في السجن، لكن بيكون مع الأكل قنبلة. وبعدها بيوصل شخص شبه إيفان بالظبط، فبيفهم إيفان إن الشخص ده هو اللي هيتحبس مكانه. وبنشوف بعدها السجن وهو بينفجر، وبيهرب إيفان وبيجي ناس ياخدوه ويودوه لهامر، وبنعرف إن هامر هو اللي هربه عشان يساعده إنه يقضي على توني ستارك وشركته للأبد. وبيتفق معاه انه هيوفر له كل الفلوس والمعدات والامكانيات اللي هيحتاجها عشان يصنع سلاح متطور يقدر بيه يهزم بدلة ايرون مان. فبيتفقوا وبنشوف هامر وهو عنده عدد كبير جدا من الروبوتات اللي شبه ايرون مان، وبيطلب من ايفان انه يطورهم، خصوصا انه عرف ان ايفان بيقدر يصنع مفاعل زي اللي عند توني ستارك بالظبط. بعدها بنشوف توني وهو بيتابع الاخبار وبيلاقي ان كلام ايفان كان حقيقي، وان الناس كلها بتقول عليه ضعيف وانه مش هيقدر يحميهم بعد كده. فبيدخل عليه صديقه رودي، الممثل اتغير عشان ما تتخضش، وبيلاقي توني واضح عليه التعب، وفعلا كان توني واضح على شكله التعب
لأن نسبة السموم وصلت في جسمه ل 89%. وبعدها بنشوف توني وهو بيحتفل بعيد ميلاده وبنلاقيه بيرقص وسكران وهو لابس البدلة، ولما بيبر بتحاول توقفه عن العبط اللي بيعمله ده مش بيهتم بكلامها وبيرجع يغني. لكن في اللحظة دي بنشوف صديقه رودي وهو لابس البدلة اللي كان توني عاملها أول ما رجع من العصابة لو تفتكر في الفيلم الأول، وبيبدأوا يضربوا في بعض، بوكس هنا على بوكس من هناك لحد ما بيفجروا المكان كله. وبعدها رودي بياخد البدلة دي وبيسلمها للجيش. والناحية التانية بنشوف توني وهو بياكل دونت وهو لابس البدلة برضه. بس في اللحظة دي بيجيله نيك فيوري واللي بيبدأ يتكلم معاه وبيقول له انه عايز يروح معاه لمكان معين، لكن توني بيرفض. وفي اللحظة دي بتظهر ناتالي واللي بنعرف انها جاسوسة كان باعتها نيك فيوري عشان تتجسس على توني. وبنعرف كمان ان اسمها الحقيقي ناتاشا رومانوف، وافتكروا الاسم ده كويس عشان هنرجع له كتير قوي بعد كده. فبتقوم ناتاشا وبتدي توني حقنة في رقبته، معرفش ازاي يعني، بس هي حقنة شالت السموم اللي في جسمه كله. لكن للأسف الحقنة دي مجرد مسكن، يعني مش علاج دائم، فاهم؟ بنروح بقى بعد كده لإيفان وهامر وبنلاقي ان إيفان نجح في صناعة بدلة يقدر يتحكم فيها عن بعد، يعني مش هتكون محتاج تكون جوه البدلة عشان تعرف تتحكم فيها، فاهم قصدي؟ بعدها بنرجع لتوني اللي بيكون قاعد مع نيك فيوري واللي بيقول له ان ابوه هاورد ستارك وابو إيفان كانوا شغالين مع بعض وحصل بينهم خلافات كتير. والسبب في الخلافات دي ان ابو إيفان كان عايز يبيع المفاعل وابو توني رفض وطرده من الشركة خالص. لكن ابو إيفان كان معاه نسخة من المخططات بتاعة المفاعل ده، وعشان كده إيفان عرف يعمل مفاعل جديد. وبيسيب نيك فيوري صندوق لتوني، والصندوق ده كان فيه كل المخططات بتاعة ابو إيفان وابو توني، وكمان بيلاقي شريط فيديو لابوه واللي كان بيتكلم عن المفاعل وعن طريقة صنعه. فبيحس توني بالندم وانه كان عايش باستهتار الفترة الأخيرة، فبيرجع تاني يشتغل بجهد أكبر لحد ما بيلاقي عنصر بديل للبلاتينيوم عشان يحطه في المفاعل. وبالتالي لما البلاتينيوم يقل من جسمه، جسم توني مش هيبقى فيه سموم ودمه هيرجع نقي مرة تانية. وفي الوقت ده بيجي لتوني اتصال، والمفاجأة ان الاتصال ده من إيفان اللي بيقول له شكرا على نصيحتك وبيعرفه انه طور سلاحه وهيقدر يهزمه. فتوني بيقدر يعرف المكان اللي المكالمة دي جاية منه وبيتصدم انها جاية من شركة هامر، فبيبدأ يفهم اخيرا ان هامر هو السبب في كل الاحداث اللي بتحصل دي. بعدها بنشوف هامر وهو عامل مؤتمر ضخم بيوري الناس فيه البدل اللي هو صنعها، وان البدل دي هتتسلم للجيش والجيش هيقاتل بيها. فعشان كده بنشوف رودي وهو قائد لمجموعة البدل الكتير قوي دي. بس في الوقت ده بيظهر توني المكان المؤتمر وبيقول له رودي على اللي حصل، وبيقول له ان إيفان يقدر يتحكم في البدل دي عن بعد. وفعلا بيقدر إيفان انه يخترق البدل دي، ومش بيقدر رودي انه يتحكم فيها، وبيبدأ يهاجم ايرون مان هو وباقي البدل. والناحية التانية بنشوف ناتاشا وهي بتروح لمكان إيفان عشان تقبض على إيفان وترجع التحكم للبدل. وبعد ما بتضرب كل الحراس بتدخل مكتب إيفان، لكن الصدمة إنها مش بتلاقيه. بعدها بنشوف ايرون مان وهو بيهرب من البدل الكتير دي، لكن في الوقت نفسه كانت ناتاشا قدرت ترجع رودي للتحكم في بدلته. فبتقول لهم ان في بدله واحده بس من البدل الكتير دي هي مش قادره تتصرف معاها. فالصدمه بقى اننا بنشوف إيفان وهو لابس البدله دي وبيطلع كرباج كهربي تاني وبيحارب بيه. معرفش ايه سر حبه في الكرباج الكهربي بصراحه، بس ما علينا. بيبدا توني ورودي انهم يضربوه لكنهم ما بيقدروش عليه لانه بيمسك كل واحد فيهم من ناحيه بالكرباج الكهربي بتاعه. لكن استخدم توني ورودي كل قوتهم وقدروا انهم يفكوا نفسهم من قبضه إيفان الشرير، وبيخلوه ينفجر زي ما فجروا القصر بتاع توني في بدايه الفيلم لو فاكر يعني. وبيكونوا فاكرين ان المهمه كده انتهت، لكن للاسف بيلاقي توني كل المفاعلات اللي في البدل اللي هم قتلوها بتنور. فبياخد توني بيبر وبيطير بيها قبل الانفجار بثواني. وكمان بيقدر رودي انه يهرب بالبدله بتاعته سليمه، وبيقول لتوني انه هيحتفظ بيها للابد، وبيسيبهم ويمشي. بعدها بنشوف نيك فيوري وهو بيطلب من توني انه ينضم لمنظمة شيلد. ومنظمة شيلد دي برضه هنتكلم عنها كتير جدا في الحلقات اللي جاية. تابع انت بس سلسلة مارفل دي عشان انا عامل فيها مجهود جامد والله. لكن توني بيوافق بس بشرط واحد، وان نيك فيوري بعلاقاته الكتيرة والجامدة جدا يخلي القاضي اللي كان بيرخم على توني في بداية الفيلم يتنازل عن فكرة انه ياخد منه البدلة. وبيوافق فيوري على الشرط ده، وتاني يوم بنشوف نفس القاضي وهو بيكرم توني مع انه كان بيشتمه في اول الفيلم. وبينتهي الجزء الثاني بانتصار توني ستارك على هامر وانضمامه بشكل رسمي لمنظمة شيلد. لو عجبك الملخص ده وانت من محبي عالم مارفل وعايز ان احنا نستمر في اللي احنا بنعمله ده، تنساش لايك وشير وسبسكرايب وكل الحاجات اليوتيوبرز دول بيقولوها. واستنى الحلقة الجاية بعد بكرة وهنتكلم فيها عن فيلم ثور. سلام.